عبر عدد من المواطنين المصريين في أثينا عن سعادتهم بافتتاح المتحف المصري الكبير. وفي لقاءات للقاهرة الإخبارية قال المواطنون المصريون إن هذا الحدث يمثل لحظة تاريخية طال انتظارها، مؤكدين أن رؤية هذا الصرح العملاق تجعلهم يشعرون بأن التاريخ عاد لينبض من جديد، وأن المتحف يجسد قدرة المصريين على تحويل الأحلام إلى إنجازات تبهر العالم. بصفة مواطن مصري طبعا أشعر بالفخر واعتزاز كبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، إنجاز عظيم يجسد عظمة تاريخنا وحضارتنا التي تمتد لآلاف السنين. الآثار المصرية هي مش مجرد قطع أثرية، بل هي صفحات ناطقة من تاريخ الإنسانية تظهر عبقرية أجدادنا في البناء والفكر والفن. طبعا شعور لأي، مش لي أنا لوحدي، لأي مصري طبعا بكل افتخار واعتزاز إن احنا نفتتح المتحف المصري الكبير والعالم كله يحضر عندنا. ده فخر لكل مصري واعتزاز كبير طبعا. بالتاكيد احنا كمصريين سعداء جدا بفتح المتحف الكبير، لان اولا مش غريب على اكبر حضاره في العالم ان يكون عندها اكبر متحف في العالم. ويمكن كل الدول وكل الناس اللي انا قابلتهم حتى هنا كلهم منتظرين افتتاح المتحف ويتكلموا عنه. ده انا كنت مستغرب يعني ان في له صدى كبير جدا في ان هو هيضم اكبر قطع اثريه اكتر من اللي كانت في المتحف بتاعنا القديم، وده شيء هيزود اكيد السياحه وهيكون له مردود كبير جدا على مستوى العالم. انا كمواطنه مصريه انا بشعر بالفخر والاعتزاز ببلادي عشان هنفتتح المتحف المصري الكبير. ده اكبر متحف في العالم، ده انجاز تاريخي وتتويج لتاريخ مصر من الحضاره والعلم والفن والثقافه. ان في كوبري بين المتحف الكبير والهرم. الكوبري ده ليه معاني كتيرة جدا، ان احنا بنربط العصر الحديث اللي احنا بنحاول نتقدم ونثبت وجودنا وسط العالم وبين الحضارة. الكوبري ده هو اللي هيوصل اجيالنا اللي جاية بالحضارة القديمة ويرجع لهم الهوية المصرية ويقول لهم هي دي مصر. طبعا حاجة فرحة ما تتوصفش، لأن ده فخر يعني حاجة مش قادرة أوصف لك الفرحة اللي جوانا عاملة إزاي. وبعدين في أصدقائنا، في معارفنا، في مجالات بنقعد في مجالات كتيرة بنتكلم على الموضوع ده. لما تكون حاجة عالميا، حاجة على مستوى العالم كله، ما فيش في أي دولة تانية زيها، دي تبقى حاجة عظيمة جدا.